كالمعتاد لما بنزل معلومة بخصوص الأماكن المجاورة لنا وإزاي هما كانوا متأثرين بالحضارة المصرية القديمة، في ناس بتزعل قوي. مش عارفة انتوا بتزعلوا ليه، مع انكم مش بتنكروا تأثر الخلافة العثمانية وتأثيرها عليكم، ومش بتنكروا تأثر أي حاجة تانية حصلت لكم. جيتوا على المصري وبتزعلوا قوي. لا يا جماعة، كل التوابيت دي كل مواقع العالم بتشرحها انها متأثرة بالحضارة المصرية القديمة. تعالى اوريكم مكتوبة فين بالتحديد اهي. التوابيت الفرعونية في جمهورية مصر العربية. دي توابيت كانت موجودة في دير البلح. دير البلح يا جماعة كان فيها كمية آثار مصرية. عارفين مين اللي سرقها؟ تعالوا اقروا معايا كمان. اهو، موشي ديان. موشي ديان كان بيحفر في سينا وسرق آثار كتيرة جدا من هناك، وبرضه بيحفر في دير البلح وبيسرق آثار كتيرة هناك، وبرضه بيحفر في غزة وحاجات كتيرة جدا. انتوا عارفين ان تل أبيب اصلا فيها معابد مصرية على ارض الواقع؟ تحب اوريها لكم؟ المنطقة دي كلها كانت تحت الحكم المصري لمدة 500 سنة، عصر الدولة الحديثة، عصر الامبراطورية الاولى والتانية.